ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. بقالي كتير ما عملتش فيديوهات، بس النهارده بقى رجعت لكم عشان نعمل لكم شويه فيديوهات جديده عن الانمي. واول فيديو هعمله النهارده عن واحد من اكتر الشخصيات اللي انتوا بتحبوها في عالم الانمي. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده اللي انا هعملها. ويلا بينا نبتدي. الشخصية اللي أنا هتكلم عنها النهاردة هي شخصية جين فريكس من انمي هانتر هانتر. واللي يعرفني يعرف ان دي تقريبا اكتر شخصية انا بحبها في عالم الانمي، وانا طابع له صورة وحاططها عندي على المكتب من كتر ما انا بحب الشخصية دي. جين من الشخصيات اللي تعتبر غامضة جدا في عالم هانتر هانتر، ولسه مفيش معلومات كتير ظهرت عنه. يعني في جزء ظهر في الانمي في ال 148 حلقة اللي نزلوا، وفي جزء ظهر في المانجا لو حد كمل المانجا، ولكن برضو المعلومات اللي ظهرت في الآخر ما تعتبرش معلومات كبيرة. جين هو صياد نجمتين، من محبين البحث عن الآثار والاستكشافات، وفي عالم هانتر هو واحد من الصيادين اللي هم اكتشفوا عوالم أو ليهم استكشافات كتير في الأنمي. جين ملهوش غير ابن واحد اللي هو جون بطل الانمي، وهو طول الانمي بيحاول يوصل لجين. عشان كده الانمي اسمه هانتر هانتر، يعني الانمي مسموش هانتر اكس هانتر، هو هانتر هانتر علشان هو هانتر بيحاول يمسك هانتر اللي هو جون بيحاول يمسك ابوه. اللي ظهر لنا في الانمي عن جين هو شخصية تقريبا خجولة، مش حابب ان هو يقابل جون مع حد من اصحابه، زي ما شفنا بعد ما خلص جون وكيلوا الارك بتاع اللعبة وراح عشان يشوف جين. ولكن علشان هو كان معاه كيلوا فهو كان جين مسيستم اللعبة ان هي تاخده لكايتو اللي هو البداية بتاعت ارك النمل. وجين ابتدى يظهر في الانمي في الارك بتاع الانتخابات اللي هو اخر ارك اتعمل انمي، وظهر ان هو شخصية بتفكر ذكية جدا زي ما شفنا في الانمي، وفي نفس الوقت مش مهتم ان هو يكون هو رئيس الرابطة مكان نترو او حاجة من الحاجات دي زي ما ناس تانية كانت دي الاهداف بتاعتها. يعني هو هدفه ان هو يوصل للعالم المجهول زي ما شفنا في الحلقة 148. وشفنا في الارك بتاع الانتخابات لما يوريو ضرب جين، وطبعا دي تعتبر ضربة ضعيفة جدا لجين ان هو يعني يسيبه ان هو يضربه. بس هنكتشف ليتر في المانجا ان هو كان سايبه يضربه بهدف، لان واحدة من القوة بتاعت جين ان اي حد بيضربه بالنين بتاعه هو بيقدر يستخدم نفس قوة النين دي زي ما ظهر معانا في المانجا. هو مش بيسرقها منه، بس هو بيقدر يكوبي نفس النين ده وان هو يقدر يستخدمه بنفس القوة بتاعت نفس الشخصية الأصلية اللي هي بتاعتها النين بتاعها. دي أغلبية المعلومات اللي ظهرت عن جين. في الجزء بتاع المانجا اكتشفنا ان اتكلموا شوية عن العالم المجهول، وان جد جون اللي هو ابو جين وارد يكون لسه عايش وارد يكون مات. يعني الموضوع بقى عايم اكتر شوية الصراحة. فانا اتمنى ان الانمي يرجع في اسرع وقت، مع ان مفيش اي مؤشر لده. هما توجاشي رجع يكتب تاني شوية من المانجا وفي حاجات منها نزلت، بس برضو رجع تاني تعب. فلحد دلوقتي المانجا برضو ابتدت ما تبقاش بتنزل بشكل مستمر. فاحنا نأمل ان توجاشي يعني ربنا يقوم بالسلامة ويعمل لنا الانمي مرة تانية. يعني وانا اعتقد لو هو قدر يخلص الارك بتاع الخلافة هيقدر ساعتها ينزل الانمي تاني، لان الارك بتاع الخلافة حبة كبيرة يعني، فهيقدر ان هو يعمله كأنمي. لو عجبك الفيديو بتاعنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة.